عين شمس. أهلا بك أستاذ محمود، ماذا لديك في هذه المسيرة؟ الأول بحيي حضرتك وبحيي أستاذ محمد القدوسي. اليوم خرجت الآلاف من بعض المناطق بمنطقة عين شمس، خرجت مسيرات من مسجد حمزة ومسجد العرب ومسجد فاطمة الزهراء بمنطقة عين شمس، كما خرجت مسيرات من منطقة السلام والمرج وعزة النخل. المتظاهرون رافعون شعارات تنادي بدستور الانقلابيين، منها على سبيل المثال خاضع الدستور على الانقلابيين ولا الاستفتاء على الدستور حتى ترجع الشرعيه، ودستورنا هو 2012 في الجمعه التي دعا لها التحالف الوطني التي تسمى بجمعه دستورنا 2012. المتظاهرون هنا في منطقه عين شمس ينددون باعتقال امام مسجد حمزه الامام الشيخ حسن عبد السلام الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء، ويهتفون ويقولون الحريه للشيخ حسن. الشيخ حسن قبض عليه ليه هو بلطجي ولا ايه؟ ومن المعروف ان الشيخ حسن عبد السلام امام مسجد حمزه كان مناهضا للانقلاب العسكري. طب لماذا تم اعتقاله؟ لانه كان رافض للانقلاب العسكري وكان يعني هل مثلا اعتلى المنبر وخطب خطبة مثلا لم تعجب السلطات، أم هكذا فقط لكونه مشاركا في إحدى المظاهرات؟ كان يشارك في المظاهرات بالفعل، وكان يعني في بعض الخطب له كان رافضا للبناء وكان رافضا للانقلاب، وكان ينادي بالشرعية، ولكن زاره زوار الفجر كما يقولون الشكلية يوم الثلاثاء فجر الثلاثاء الفجر، وتم اعتقاله من منزله. طيب، وبالتالي المسيرة حتى الآن تسير بشكل جيد؟ بالضبط، المسيرة حتى الآن لا اشتباكات ولا أي مشاكل حتى الآن. وإلى أين تتجه؟ نحن الآن متجهون إلى ميدان الألف مسكن، ومن المعروف أنه هناك يتم المسيرات أنها تتجمع في ميدان الألف مسكن هناك. المسيرات القادمة من منطقة السلام وعزة النخل والمرج ومنطقة الزيتون ومنطقة عين شمس يتجمعون في ميدان الألف مسكن. شكرا لك الأستاذ محمود الصحفي، كان معنا من مسيرة عين شمس. ومن الغربية ينضم إلينا كذلك الصحفي محمود. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك يا أستاذ محمود. ما الجديد لديك في الغربية؟ هل انطلقت المظاهرات بالفعل؟ ما هي خارطة المظاهرات بعد صلاة الجمعة؟ بالفعل انطلقت المظاهرات اليوم بقليل. انطلقت في مدينة. هناك مشكلة على ما يبدو فنية في الخط. محمود، لو تنتقل فقط إلى مكان يعني أكثر ملائمة لي حتى نستطيع أن يعني نسمعك بشكل جيد. انطلقت بالفعل مسيرة قبل بالسيارات في مركز السلطة بمحافظة الغربية. شارك العشرات من السيارات وصور الرئيس مرسي ورددوا الهتافات التي تطالب قتل المحاكمة. بعد صلاة الجمعة انطلقت مسيرة بمركز سمنود محافظة الغربية شارك فيها المئة رددا بيكون. طيب محمود، هل المسيرة تسير على ما يرام؟ المسيرة تسير على ما يرام بالفعل حتى الآن، ولا يوجد أي شيء. وقد أخذت المسيرة تجاوبا من الأهالي ووحوا للمتظاهرين بإشارات رابعة وإشارات نصر. شكرا لك. وقد في الوطن لدعم الشرعية ورفض الانطلاق محافظة الغربية خلال بيان إعلامي له صباح اليوم انطلاق عدد كبير من المسيرات والمظاهرات والوقفات الرافضة للانقلاب العسكري والداعمة للشرعية في عدد من مراكز المحافظة.
طيب نشكرك على العموم الأستاذ محمود الصحفي، كنت معنا من الغربية. أعود إليك مرة أخرى أستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي معنا في الاستوديو. تفاعل شعبي كبير في الإسكندرية، موجود أيضا في الغربية، تلويح بالإشارات من النوافذ. هل هي كرة ثلج كلما تدحرجت كبر حجمها أم ماذا؟ دي طبيعة الثورة، انها بتبدأ صغيرة وبعدين بتكبر، وده اللي يطمنا عليها انها بتكبر كل يوم. ومن الحاجات الرائعة اللي انا كنت ملاحظها مثلا منذ ان بدأ الحراك الطلابي، ان زي ما يكونوا الناس ركنوا على الحراك الطلابي، فالمسيرات والتظاهرات اللي هي غير الطلابية اللي هي خارج القطاع الطلابي قلت شوية. النهاردة احنا بنشهد عودة نشطة للغاية لهذه التظاهرات غير الطلابية. فحكاية ان انا اشتغل على الاتجاهين الاثنين، على محور او على المحورين، على محور الطلاب وعلى محور الشارع، وبنفس القوة، ده ضروري. كل المحاور لازم تشتغل مع بعضها عشان اسقاط الانقلاب. انا بس عايز ارجع لفكرة انه لما نشوف مثلا مؤتمر للدعوة السلفية يحرسه المخبرون وينظمه الانقلابيون، فاحنا لازم نفهم انه ما فيش حاجه اسمها التيار الاسلامي كده على عواهنه، وما فيش حاجه اسمها التيار اليساري كده على عواهنه برضه. لا، ثوره يعني تقليب عنيف للارض، حرث الارض بحيث تطلع اللي تحت الارض يبقى فوق، واللي جوه يبقى بره، واللي في اليمين يجي في الشمال. ثوره يعني انك تنفي الخبث من كل نقطة من نقاط الأرض. فالأرض دي فيها إسلاميين وفيها يساريين وفيها علمانيين وفيها ليبراليين وفيها ماركسيين وفيها وكل جماعة فيها. يعني أنا ما أقدرش أحسب مثلا الدكتور رفعت السعيد والاشتراكيين الثوريين أحطهم في سلة واحدة، لا يمكن. لا يمكن أن أنا أحط القوى الثورية الإسلامية زي شباب الإخوان المسلمين وزي مجموعة الأحزاب أو الحركات الإسلامية الناشطة، لا يمكن أن أنا أحطهم مع حزب النور في سلة واحدة، برضه أبقى غلطان. النهارده لما اما اشوف اعتقال الائمه على يد الانقلاب الذي يشارك في حزب النور، الله، ما انت شغال مع مين؟ انت جاي بتدافع عن ايه؟ انت جاي اشتغل ايه؟ فالنهارده لما الاقي ان الشيخ الحويني، الشيخ ابو اسحاق الحويني، هذا الشيخ الجليل واحد رموز الدعوه السلفيه وعلماء السلفيين في مصر، النهارده الشيخ الحويني بيتعرض لتهديدات علنيه، وقد يتطور الامن هدد بالاعتقال فعليا، وقد يتطور الامن الى التطاول على هذه القامه الكبيره. بينما حزب النور واقف يقول للناس لا والله لازم تروحوا تقولوا نعم للدستور اللي هيحبس الشيخ الحويني. طيب ده كلام، ده منطق؟ يعني انت، طب انا ممكن كده افضل حاطط حزب النور والشيخ الحويني في سله واحده؟ طبعا لا يمكن، رغم انه ده سلفي وده سلفي، ما طلعتش بره. او ان الشيخ الحويني سلفي وحزب النور يزعم السلفيه او يدعي السلفيه، ده وهو ادعاء مردود في وجهه يعني الحقيقه. فاذا النهارده اللي حاصل حاله التقليب العنيف للتربه، والحقيقه ان هذه الحاله لحاله التقليب العنيف للتربه دي احدى الاشياء او احد العوامل الذي كان ينقص الموجه الثوريه الاولى في 25 من يناير. النهارده ده بيحصل، معنى كده انني بصدد ثوره حقيقيه، ثوره بجد، وباديه من البدايات المنطقيه والبدايات الصحيحه. يعني ابدا الاول بالفرز العنيف، وبعدين بعد كده الحراك القوي، وبعدين بعد كده الوصول إلى الهدف. ما ينفعش إن أنا ألخبط الترتيبة دي. أستاذ محمد، يعني لو حد يعني بيدعم السلطة الحالية الآن وبيتفرج علينا هيقول الكلام ده يعني ضرب من الخيال، وأنه لا عودة للوراء بالفعل، وأين الأسباب التي حتى من الممكن أن يعود بها التحالف مرة أخرى للوراء؟ ودعني أقرأ لك فقط تصريح صدر في البيان تحالف 150: الشعب لن يترك للإنقلابيين مزيدا من الوقت لإفساد الوطن. كيف؟ طيب أقول لحضرتك الأول إنه العجلة لن تعود إلى الوراء، هذا صحيح. التاريخ دائما يتحرك إلى الأمام، ولكن الأمام ده فيه برضه حتت غلط. يعني إيه؟ يعني أنا ماشي للأمام على طول، لو افترضت إن أنا في طريق على طريق، ففي حتت هتبقى ممهدة ومرصوفة، وفي حتت أجزاء أخرى هتبقى وعرة، وأنا علي دائما أن أحاول اجتياز المناطق الوعرة وصولا إلى منطقة ممهدة. مش معنى إن أنا قابلت منطقة وعرة إن أنا أرجع بظهري للمنطقة الممهدة اللي أنا راجع منها. إذن لا عودة إلى الوراء، لا عودة إلى الوراء. الانقلاب الآن وراء، الانقلاب الآن هو الماضي.